السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة جبنا شوية مشتروات كده بسيطة، الكابوتشا بقى والجو بتاع الشتاء، والكابوتشا طلعت بقى قلت بقى اما اجيب، بنحبها على فكرة جنب السلطة بتبقى طعمها جميل جدا. وجبت كمان طماطم، الطماطم برضو رجعت تغلى تاني، بقى الكيلو ب15 جنيه. وجبت خيار، الخيار الكيلو ونص ب10. وجبنا كمان بطاطا، هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي بالبطاطا تعجبكم ان شاء الله. وجبت كمان رمان، الرمان الكيلو ب15 جنيه، بس قلت هجربه، مش عارفه بقى هو حلو ولا لا. اتعمدت اجيب اللي هو فيه حته مكسوره دوت عشان اضمن ان هو حلو. والحمد لله طلع برضو حلو. جبنا موز، الموز جميل جدا، الكيلو ب15، حلو قوي. بصوا لونه جميل قوي، بحب الموز لما يكون لونه اصفر كده بيبقى جميل قوي. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي بالبطاطا، وهنعمل الرمان مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهنشوف طريقه تفصيص للرمان سهل، عشان كل الناس بتشتكي ان ايديها بتسود وبتزرق وصوابعها بتتعبها لما بتقعد تفصص الرمان كتير. هقول لكم على طريقه حلوه هنفصص بها الرمان هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا مع بعض بقى ندخل على الفيديو ونصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سيد الخلق وشفيع يوم الدين. حبيبي يا رسول الله، ندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب، ويرحم الشهداء ويعفو عنهم ان شاء الله، قولوا امين. هنمسك بقى البطاطا بتاعتنا، كل واحد على قد الصينيه اللي هو هيعمل فيها. انا الصينيه بتاعتي مقاس 32. هنبدا دلوقتي اعمل بقى كميه البطاطا دي. هقشرها كده بالمقشره او بالسكينه عادي، الطريقه اللي تريحك. هبدا اقشرها كده بالشكل ده، وبعد كده بقى اي ثغرات او اي حاجات او الحروف هظبطها بالسكينه. بس ايه الوقت انا هقشر كل كميه البطاطا بتاعتي، وهنشوفها مع بعض. الطريقه بتاعتنا جميله قوي سهله هتعجبكم ان شاء الله. احنا عملنا البطاطا مع بعض، عملناها قبل كده في الكيس الحراري بالقرفه والسكر، وعملناها قبل كده في الصينيه، شويناها في الصينيه على البوتاجاز من فوق، وشويناها في الفرن مره، وعملناها بالبشاميل مره. المره دي هنعملها بطريقه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. وتغيير، عايزه اقول لكم كان طعمها في منتهى الجمال وعجبت كل اللي في البيت. انت كمان اول ما هتشوفي الفيديو هتقومي على طول تعمليها ان شاء الله. ولو عملتيها وعجبتك اضغطي لنا بقى لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وادعوا لنا بقى دعوه كده من قلبكم بصلاح الحال ويبعد عننا الغمه يا رب، اللهم امين. كده قشرنا كميه البطاطا اللي معانا بالشكل ده. هاخد بقى البطاطا على الحوض، هغسلها وهقطع بقى الاطراف بتاعتها، ولو فيها اي بقى حته مخرمه حته كده هظبط يعني البطاطا بتاعتي، مش هخلي فيها اي شوائب او اي حاجه يعني ما تكونش كويسه. انا مرضيش اسرع الفيديو واجريه علشان كنت عايزه اتكلم معاكم شويه، فقلت اتسلى معاكم كده وانا بقشر البطاطا، واطلب منكم بقى ان انتوا تدعوا لنا دعوه كده حلوه بصلاح الحال. زي ما قلت لكم هاخدها دلوقتي على الحوض، هغسلها واقطع الاطراف بتاعتها، واي بقى خرمه او اي حاجه فيها هظبطها وهقطعها. التقطيع ده هنا غسلتها وقطعتها بالشكل دوت. هاجي عليها هنا بقى بكوبايه الا ربع سكر، هنزل بقى كده بيها، ومعايا كمان كوبايه ميه. مش هزود الميه عشان البطاطا لما احطها تتسلق هتنزل ميه، فانا مش عايزه فيها صوص كتير او ميه كتير، لان احنا لسه هنزودها لبن. مش عايزه اقطع الاحداث علشان نشوفها مع بعض. هرفعها على النار وهسيبها لحد لما تتسلق السلق الكامل، وهجيبها بقى بالشكل دوت. وهجيب الهراسه ههرسها بيها كويس. مش عارفه المقطع دوت ما جاش ليه، بس انا جبت الهراسه وهرستها كويس. وجبت بقى برطمان السمنه البلدي اللي قدحناها مع بعض، وهاخد كده معلقتين سمنه حلوين بالشكل ده، وهبدا بقى اقلب البطاطا بالسمنه. في ناس بتحب السمنه كتيره، زودي براحتك، بس انا حطيت معلقتين سمنه علشان خاطر ما تبقاش تقيله. بس السمنه البلدي على فكره بتدي لها طعم جميل جدا. ممكن انت بقى تزودي لها اي اضافات انت عايزاها، جوز هند، زبيب، براحتك، مكسرات، ده في ايدك وبيرجع لك انت وبيرجع لذوقك. بس انا عندي هنا ولادي ما بيحبوش اي حاجه محشيه مكسرات، فعشان كده انا ما حطيت لهاش. معايا هنا نص كوبايه لبن، هبدا انزل بيها حبه حبه واقلب، حبه حبه واقلب، كانك بتعملي عجينه كيكه بالظبط، بس هتكون تقيله شويه عن عجينه الكيكه. تمام. هنزل بقى باللبن حبه واقلب حبه واقلب لحد ما اخلص نص كوبايه اللبن اللي معايا. مرضتش اسرع الفيديو ولا جريه علشان تكونوا معايا خطوه بخطوه. نص كوبايه اللبن بنزل بيه على مراحل زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط.
بنزل حبة حبة وقلبي لحد لما تديني القوام بتاعها زي قوام الكيكة بس تقيل شوية، بحيث ان انت لما تنزلي بيه في الصينية ما يبقاش سايل قوي ولا تخين قوي. تمام. دي حاجة برضو ترجع ليكوا علشان تكونوا في الصورة وفاهمين انا بعمل ايه كويس. بعد ما اقلبها كويس جدا وتشرب من اللبن وتديني نفس القوام اللي قلت عليه، هجيب صينية وهدهنها سمنة وهنزل بالقوام بتاعي في الصينية واخبطها كده خبطتين عشان الوش بتاعها يتلمع. معايا بقى هنا معلقتين سمنة في الفنجان، وهبدأ بقى اجيب الفرشة بتاعتي وهنزل كده. بصوا همشي كده بقى ايه على وش الصينية كده بالسمنة. الوش بقى لما بدهنه كده بالسمنة بتخش الفرن بتبقى وشها بيلمع وبتبقى جميلة جدا وبتديلها طعم تحفة. في كمان خطوة هنعملها دلوقتي مع بعض هتعجبكم جدا 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 وهتديلها وش وطعم وريحة. عايزة اقول لكم كانت طعمها في منتهى الجمال. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر علشان خاطر تستفيدوا منه. بعد ما دهنت وش الصينية كده هون بالسمنة البلدي، هاخد كده بقى سكر وهرشه على الوش. عايزة اقول لكم السكر اللي انا رشيته على الوش مع السمنة دوت اتكرمل وخلى طعم صينية البطاطا وداها في حتة تانية خالص، خلى طعمها جميل جدا. وهنا بعد ما خلاص رشيت السكر والسمنة سخنت الفرن وهدخلها دلوقتي الفرن على درجة حرارة 200. اول ما الاقي الاحرف بتاعتها احمرت ولونها اختلف شوية عن اللون الطبيعي، هقوم مولعه لها الشواية ووشها يحمر علشان خاطر تديني الشكل اللي انا عايزاه. تعالوا بقى عبال ما هي ما تخش الفرن وتطلع بالسلامة هنبدأ مع بعض نفصص الرمان. انا زي ما قلت لكم اتعمدت ان انا اجيبه مشرخ كده علشان خاطر اعرف الرمان بتاعي مستوي ولا لا وطعمه حلو ولا لا. اكمن هو لسه يعني ايه طالع، يعني لسه محلوش قوي، فانا الصراحة كنت عايزة اشوف هو ايه حلو ولا لسه. فهوريكم كده فكرة. بصوا هنا انا الاول قلت هوريكم الطريقة المعتادة اللي كلكم بتعملوها. تمام. هنفصص كده الرمان عادي زي ما انتم كلكم وكلنا كنا متعودين ان احنا بنفصص الرمان بنفس الطريقة دي. رجعنا كلنا كنا بنشتكي طبعا من الطريقة دي ونقول رمانك مني فيه حديد وكده فبيخلي الايد تزرق وصوابعنا بقى بتتعب من كتر التفصيص. في طريقة تانية برضو هتشوفوها دلوقتي معايا في المقطع. عايزة اقول لكم حلوة قوي قوي، ولو قدامك قفص مليان رمان هتخلصيها في وقت بسيط جدا. هتشوفوها معايا دلوقتي. انا حبيت بس اوريكم الطريقة اللي كلنا كنا معتادين عليها ومتعودين عليها، ان احنا بنفصص بالشكل ده كده. خلاص الطريقة بقى اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي هتعجبكم، وزي ما بقول لكم هتخلصي كمية رمان كبيرة في وقت قياسي وفي وقت بسيط جدا. بس انا مرضتش اقص من المقطع او اجريه علشان خاطر كلنا نبقى نشوف الفيديو بالظبط واحدة واحدة مع بعض. الرمان فيه فوائد عالية جدا جدا. بصوا اهو دي الطريقة اللي انا قلت لكم عليها اهو. بجيب بايدي السكينة كده وبمسك وبخبط كده بقلب الرمانة بتاعتي نص الرمانية مثلا، بفضل اخبط كده بالسكينة علشان خاطر تنزل الرمان اللي فيها. تمام اهو. عايزه اقولك الطريقه دي بتخليك تقشري او تفصصي كميه رمان كبيره في وقت قياسي وما بتتعبيش، وبتكون بالنسبه لك سهله جدا اهو. بصوا ولو عندك كمان ايد هون مثلا او الشاكوش اللي احنا بنعمل بيه البفتيك حلو قوي هيسهل لك الامور خالص. انا بقى هنا معايا ايد السكينه كده وقعدت اخبط فيها لحد لما خلصت ايه كام رمانيه اللي انا جايباهم دول. انا بس قلت لكم انا عايزه اشوف الرمان حلو ولا لا ومسكر ولا لا. هو مسكر وجميل جدا بس مش الرمان اللي هو الاحمر طبعا اللي هو لسه محلوش، بس انا كنت عايزه اشوف طعمه ايه. خلصت بقى كده كميه الرمان اللي معايا كلها، وهنعمل دلوقتي خطوه سهله وبسيطه جدا خالص معتادين عليها من سنين السنين. هنزل على الرمان بتاعي بمعلقتين 3 سكر على كميه الرمان اللي معايا، ومعايا نص كوبايه ميه ساقعه هنزل بيها كده على الرمان وهقلب بقى بس.
سيبي الرمان بتاعك نص ساعة او ساعة في التلاجة، هيشرب من السكر وهينزل حلاوته في المية. وبعد كده اعملي بقى كوكتيل، جوافة على رمان على موز براحتك. عايزة تاكليه كده زي ما احنا ما نعمله النهاردة في كاسات كده، وتقدميه في كل واحد الكاس بتاعه لوحده وياكل الرمان بتاعه اللي يريحك. عايزين كلكم تاكلوا كده من الطبق، مفيش مشاكل. بس يعني ايه، احنا قلنا ان الطريقة دي من زمان خالص كلنا معتادين عليها ومتعودين عليها. سكر وشوية مية ساقعة، والرمان بينزل الحلاوة بتاعته في المية وبتبقى جميلة جدا وبنشرب المية. وبكده خلاص الصينية بتاعتي طلعت كده بقى من الفرن. بصوا شايفين اللون والجمال والحلاوة، شايفين القطعية طالعة ازاي، بصوا شايفين. عايزة اقول لكم طعمها كان حكاية، طعمها تحفة. قادرة اوصف لكم جمالها وحلاوتها وطعمتها. المقطع ده كان المفروض يجي قبل اللي انا كنت بقطع فيه الصينية، بس مش مشكلة. بصوا شايفين اللون جميل جدا، طعمها تحفة. وشايفين الرمان غرفته كده في الكاسات. انا غرفت لهم هما، لكن انا كنت عايزة فعلا اكل بطاطا، ما كنتش عايزة اكل رمان في نفس اليوم يعني. البطاطا طعمها تحفة. شايفين بصوا، عايزة اقول لكم الوش مكرمل، طعمها من جوه جميل جدا جدا. الطعم تحفة الصراحة، وانتي بتاكلي كده بتوديكي في حتة تانية. الوش مكرمل ومقرمش كده، ومع السمنة البلدي بقى طعمها في منتهى الجمال. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. يا رب يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل الحاجات اللي انا بقدمها لكم تعجبكم. واضغطوا لنا بقى لايك يا حبايب قلبي، عشان اللايك بيدعم الفيديو بيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. شايفين الجمال والحلاوة. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.